إسرائيل تعترف بسيادة المغرب على الصحراء خلال رسالة وجهها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للملك المغربي محمد السادس. وخلال الرسالة أكد نتنياهو أن إسرائيل تدرس فتح قنصلية لها بمدينة الداخل. كيف تنظر جبهة البوليساريو إلى هذا الاعتراف الإسرائيلي ومعها الجزائر أيضا؟ السلام عليكم، شكرا على الاستضافة. طبعا هو يعتبر استعراف من لا يملك بمن لا يستحق، فإسرائيل نفسها ككيان لم تستطيع الحصول على شرعية طيلة أكثر من 60 سنة، فكيف لها أن تعطي الشرعية للمغرب على سيادة مزعومة على الصحراء الغربية؟ فنحن نعتقد أنه إعلان إسرائيل اعترافه بسيادة ما يسمى سيادة المغرب على الصحراء الغربية لن يغير من الجوهر القانوني للقضية الصحراوية التي لا زالت مصنفة عند الأمم المتحدة كقضية تصفية الاستعمار، وهذا لم يغيره ما يسمى باعتراف ترامب، ولم يغيره أي نوع من الاعترافات الأخرى التي يقول المغرب أنه حصل عليه. فقضية الصحراء الغربية لا زالت تعتبر حسب القانون الدولي وحسب الأمم المتحدة قضية تصفية استعمار، هذه في النقطة الأولى. وفي النقطة الثانية وعلى الجانب القاري، الاتحاد الأفريقي وهي المنظمة القارية لا زالت تعترف بالجمهورية الصحراوية كدولة كاملة العضوية. فالسؤال المطروح حقيقة هنا عند تداولنا لهذا الاعتراف الإسرائيلي بما يسمى سيادة المغرب على الصحراء الغربية، السؤال الحقيقي المطروح هو ما الذي قدمه المغرب في المقابل لإسرائيل؟ سيفتح المغرب سفارة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ليعترف لإسرائيل بالسيادة على هذه الأراضي المحتلة؟ هل ستبارك إسرائيل كل التدخلات وكل العنف الذي تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني؟ هل سيبارك ويصفق المغرب في التدخلات التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المسجد الأقصى في إسرائيل؟ هل سيقوم المغرب بتسليم كل النشطاء الحقوقيين وكل السياسيين الفلسطينيين المتواجدين في المغرب؟ طبعا هذا القرار لا يعطي القضية الصحراوية سوى أكثر عدالة، ويعطيها أكثر دعم، ويعطيها أكثر ضخم داخل المجتمع وداخل الدول العربية التي تدعم القضية الفلسطينية ولا زالت متمسكة بالقضية الفلسطينية. فعندما نرى المغرب يلجأ إلى إسرائيل المغرب رغم كل العلاقات، إلا أن المغرب كان له العديد من البيانات التي أدان بها كل التحركات الإسرائيلية فيما يتعلق بسياستها ضد أو فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني. السؤال الجوهري والمطروح هنا هو إذا كانت الصحراء الغربية حقا أراضي مغربية، لماذا المغرب يحتاج إلى اعتراف من إسرائيل وهي دولة محتلة كذلك؟ هذا دليل واضح على العزلة التي يتواجد فيها المغرب، التي تخلت عنه كل الدول التي كانت تدعمه. والاتحاد الأوروبي، أريد أن أعلق هذا الأمر بقرار الاتحاد الأوروبي الذي قرر اليوم تعليق اتفاقية الصيد التي تربطه مع المغرب لأنها تشمل الصحراء الغربية. والاتحاد الأوروبي لا يعترف أنها الصحراء الغربية جزء من المغرب، بل يعترف أنها جبهة البوليساريو هي السيد على هذه الأراضي. فالمغرب يتلقى ضربات من هنا ومن هناك، ولم يبقى له في هذه العزلة سوى اللجوء إلى إسرائيل للحصول على بعض من الاعتراف. طالب إن سمحت لي إلى الإعلان الهام ولا هذا العاجل من قبل وزير الخارجية الإسرائيلي إلي كوهن الذي يقول أن الاعتراف بمغربية الصحراء تعتبر خطوة مهمة لتعميق الاستقرار والسلام. هذا ما أعلنه الآن وزير الخارجية الإسرائيلي إلي كوهن بعد الرسالة التي قام بتقديمها أو بإرسالها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى العاهل المغربي. دكتور عبد الفتاح، طرح هنا الطالب نقطة مهمة، ما الذي قدمه المغرب لإسرائيل بعد هذا الاعتراف أو ضمن هذا الاتفاق للاعتراف بمغربية الصحراء؟ هل بالفعل نتحدث فقط عن فتح سفارة لها في تل أبيب، أم لربما سنرى أيضا تحركات إسرائيلية في الشمال الإفريقي؟ حينما يقولون أنه المغرب تنازل وما تنازل وهذا الكلام، عن أي تنازل؟ تنازل في أوهامهم، تنازل هذا في أحلامهم، بل هم المشكلة لديهم أنهم لا يعرفون أن ترافع المغرب عن عدالة قضيته وصل حتى داخل الأمم المتحدة إلى مستويات متقدمة. الآن وجود القضية في اللجنة الرابعة هو التباس قانوني لا معنى له، لأن القضية مسجلة كقضية أمن وسلم. يا أخي غيروا في دينكم هذه الفكرة. القضية ستسحب آجلا من اللجنة الرابعة، وهذا هو المسار الذي تمشي فيه. ثم المسألة الأكثر الذي ينبغي أن تنتبهوا إليه، بجملة لو سمحت، منذ العام 2007 مجلس الأمن الذي يحتكر حصرية
هذا الموضوع يدافع عن الحكم الذاتي. 3 قرارات الآن مرت ومنذ العام 2018. وصلت الفكرة دكتور عبد الفتاح. تسرون وتراوحون المكان، ترفضون الموائد المستديرة، فشلتم في الموائد المستديرة في مرتين. دكتور عبد الفتاح لو سمح، قراران يعني نعم. لماذا ترفضون؟ يعني وصلت الفكرة. أسأل أخ طالب. لا دكتور عبد الفتاح، أنا أسأل في هذا البرنامج لو سمح. قرار 2654. نعم لو سمح دكتور عبد الفتاح. أستاذة رينا، الطالب دكتور عبد الفتاح لا يمكن أن نستمر بهذه الطريقة. يعني الطالب بالفعل نرى أن إسرائيل معنية في تعزيز علاقاتها مع الدول الإفريقية، ونعرف في المقابل أن الجزائر ترفض رفضا قاطعا كل هذه التحركات الإسرائيلية في المنطقة. ولكن ما خياراتكم في ظل هذا، وما يمكن وما يعني المتوقع، ما من خطوات متوقعة للجزائر بعد هذا الاعتراف وفي ظل كل هذا تعزيز تواجد الإسرائيلي في المنطقة؟ أعقب بطريقة سريعة على ما قاله ضيفكم، أنه الموقف المغربي واضح من جانب القضية الفلسطينية، وأن المغرب يدعم القضية الفلسطينية. والله الموقف المغربي بقي واضحا اليوم، لأنه موقف خائن للشعب الفلسطيني، حيث يستقبل الوزراء الإسرائيليين في المغرب ويرحب بإسرائيل ويفتح قنصلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. الموقف المغربي بقي واضحا اليوم، ويعتبر خيانة للشعوب العربية التي كانت تؤمن ولا زالت تؤمن بعدالة القضية الفلسطينية وعدالة القضية الصحراوية. الموقف المغربي واضحا اليوم، وبقي واضحا لكل المغاربة الأحرار الذين لا زالوا يرفعون الأعلام الفلسطينية وينادون في مظاهراتهم، ينادون بشعارات تنادي من أجل تحرير الأراضي الفلسطينية المحتلة. فالموقف المغربي بقي واضحا اليوم، وهو نتيجة لفشل الدبلوماسية المغربية في محاولة شرعنة احتلالها على الصحراء الغربية بدون مقاطعة. جوابا على سؤالك ما هي يعني الخيارات الموجودة لدى الشعب الصحراوي، يعني يجب أن نشير هنا على أنه هذا الاعتراف يعني يزيد من التوترات ما بين المغرب ودول المنطقة بما فيهم الجزائر وموريتانيا، لكنه هذا الاعتراف كذلك يعطي للقضية الصحراوية ديناميكية جديدة تؤكد على أنها قضية عادلة، لأنها إذا كانت الصحراء الغربية أراضي مغربية لما لجأ المغرب إلى أمريكا، لما لجأ المغرب إلى إسرائيل لكي تعترف له بالشرعية على هذه الأراضي. فنحن بكل اختصار نتحدث عن دولة أو كيان محتل يحاول أن يشرعن دولة أو كيان محتل آخر وهو المغرب، وهو يعني يوضح بطريقة واضحة ضعف كلاهما، ضعف إسرائيل وفشلها في محاولة تمرير تحت احتلالها للأراضي الفلسطينية، وضعف والدولة المغربية أو الاحتلال المغربي ومحاولة تمريره لاحتلاله للصحراء الغربية. وهذا طبعا كما قلت لم يؤثر على طبيعة القضية الصحراوية، لكنه سيؤثر على الحكومة المغربية التي بدأت اليوم أمام الشعوب العربية أكثر صهيونية من الصهاينة نفسهم، أكثر إسرائيلية من الإسرائيليين نفسهم. وأريد أن أطرح سؤال بطريقة يعني صريحة على ضيفكم: لماذا الملك المغربي الذي يترأس لجنة القدس اليوم يعلن أنه سيفتح سفارة في تل أبيب وهي أراضي فلسطينية محتلة؟ يمكن أن تفسر لنا هذا؟ طبعا الجواب واضح، وهو اصطفاف نظام الاحتلال المغربي مع نظام الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي.